شلون شفت المباراه وهل النقطه يعني ايجابيه من نفط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد يعني النقطة يعني مثل ما نقول عادلة بين الفريقين. مباراة كانت صعبة على الفريقين، اثنيناتنا جايين من خسارة. ردنا بأي طريقة أنه يعني نكون نتيجة إيجابية، والحمد لله والشكر. شباب كانوا أبطال. مجريات المباراة كنا بالشوط الأول قادرين أنه نسجل، لكن سوء الطالع يعني أكيد أن الفرص اللي ما استغليناها اللي جتنا جتهم بالشوط الثاني عن الكرات الطويلة، وهذا يعني سلاح 50 ب50. استغلوها هم. يعني تعرف انه الرزنامة احنا ما نريد نخلي اعذار، اكيد احنا كنا بخدمة المنتخب وبخدمة الاتحاد. يعني كنا متقبلين هذا الشيء، رغم احنا الكل تعرف يعني انت من تلعب بالبصرة مقبل على سفر، تحتاج ادوات كثيرة. يعني احنا بدنا ندخل بكل مباراة عندنا اصابات كثيرة. احنا ما نريد نخلي الاعذار، احنا بالعكس احنا كنا فرحانين على هذا الدوري، فرحانين انه الوضع الحكام صار افضل وافضل. اللاعبين دا يستفادون، يعني احنا اليوم نلعب باجنبي واحد، اعطينا فرصه للاعبين كثير من الشباب لاول مره يلعبون بالدوري من الدرجه الاولى. وهذا يعني هذا اللي استفادينا، ان شاء الله بين المرحلتين نعزز بلاعبين قد يكونوا اجانب او لاعبين محليين، ان شاء الله وضع الفريق يكون افضل. اكيد انه الترتيب يعني احنا ما حد يقدر يقول انه ترتيب وضع فريقي يعني سيء، بالعكس كلهم متقاربين. يعني انت تفوز فوز تصعد 5 مراكز، تخسر ترجع 5 مراكز، وهذا حلاوة الدوري يعني. نتمنى ان شاء الله يكون المباراة، نفكر مباراتنا المقبلة وتكون نتيجة ايجابية. بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول بعدك شفت طبعا احنا عملنا ايه، اللعيبه عملت ايه النهارده، وعملت ماتش وان سايد جيم زي ما انت شايف يعني، وكور في العارضه واللعيبه بتلعب بروح. طبعا احنا زعلانين طبعا عشان الجمهور مش موجود، وزعلانين علشان النتائج اللي احنا مش شايفينها مش كويسه يعني، ومش مرضيه لنادي النجف. احنا عارفين ان نادي النجف اسم كبير واللعيبه عارفه كل ده، بس احنا ما عندناش توفيق. هي دي النقطه الوحيده اللي ما فيش توفيق. اديك شفت كذا كره في العارضه، كذا كره في العارضه، ما فيش توفيق عندنا. ان شاء الله الفتره اللي جايه ربنا يكرم يا رب، ان شاء الله يكون توفيق بحلفنا وربنا يكرم في اللي جاي. اول مره. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعرف ظروف المباريات وضغط المباريات يعني خلانا ان تقريبا في روزنامه مضغوطه. اكيد احنا كان هدفنا ال3 نقاط من هاي المباراه، بس الحمد لله والشكر، قدر الله ما شاء وفعل. انت ما تفوز عليك ان ما تخسر، فدوري طويل، والدوري اعتقد بدايته هاي الجوله الثامنه، فالحمد لله حاليا قدمنا اداء جيد. حاليا نطوي صفحه هذه المباراه ونركز المباراه القادمه ان شاء الله. اكيد حزينين على النتيجه اللي حدثت اليوم. كنا نتمنى النفس انه نحقق 3 نقاط. اعتقد شفتوا الفريق اليوم ظهر بصوره ايجابيه خلال الشوطين، لكن ما حالفنا الحظ. سبحان الله، احنا جاي نمر بأسوأ حالاتنا خلال هذا الموسم. نادي النجف ما يستحق انه يكون بهاي المراكز. اداره النجف اللي اعتبرها نموذجيه خلال هذا الموسم، انه وفرت كل ما يتطلب انه نادي النجف يكون بالقمه. وبالنسبه للمشاكل الماديه ما نواجه مشاكل ماديه، اللاعبين مستلمين مستحقاتهم. لكن اللاعبين للامانه اتكلم لك انه اللاعبين حزينين على النتائج اللي جاي يمر بها نادي النجف. لا حد يتصور انه اكو لاعب فرحان انه نمر بهاي النتائج، لا بالعكس، هذا رزقنا. وهذا نادي النجف نادي جماهيري، نادي ما يقبل بغير الانتصارات. نعتذر من جمهورنا لان احنا مقصرين بحقهم خلال هذا الموسم ببدايه الموسم، لكن اكيد وهم على ثقه انه نادي النجف راح يعود. الحمد لله والشكر، كانت نقطه افضل من لا شيء. تعرف احنا جايين من خساره، والمباراه هاي كانت صعبه علينا، واحنا هم اشتغلنا على الواجبات وعلى التكتيك نادي النجف، وكنا عازمين على 3 نقاط. بس يعني مثل ما تقول افضل نقطه من لا شيء، وان شاء الله عندنا مباريات جايه نعوض بيها.